السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم شباب في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات المفهوم الأول تأثير الجاذبية، كتاب الأضواء علوم الصف الخامس الترم الثاني صفحة 104 ل 107. يأتي أبطال ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله. السؤال الأول بيقولك اختر الإجابة الصحيحة. تعتبر الجاذبية نوع من أنواع القوة. للمغناطيس قوة بتجعله يجذب بعض المعادن مثل الحديد والنيكل. تتحرك الأجسام تحت تأثير قوتين هما قوى السحب والدفع. بتؤثر جاذبية القمر في حركة المد والجزر في المياه. بتعرف القوى التي تنشأ بين جسمين متلامسين وبتؤدي إلى إبطاء الحركة بقوى الاحتكاك. القوة التي تعمل على إعادة الكرة إلى الأرض بعد قذفها لأعلى هي قوى الجاذبية. تتسبب قوة مقاومة الهواء في إبطاء حركة الأجسام عند سقوطها في الهواء من أعلى إلى أسفل. تتوقف الجاذبية بين جسمين على الكتلة والمسافة. قوة الجاذبية بتسبب هتقوله جميع ما سبق: دوران القمر حول الأرض، ودوران الأرض حول الشمس، وسقوط الأجسام نحو الأرض. بتعمل قوى الجاذبية على ثبات واستقرار الأجسام على الأرض. تتدفق المياه من قمة الجبل بفعل جاذبية الأرض. تمنعنا قوة الجاذبية من الطفو في الهواء. أي الأجسام التالية أكبر جاذبية؟ هتقوله الشمس. يدور القمر حول الأرض تحت تأثير جاذبية الأرض. حلينا صفحة 104، ننتقل لصفحة 105 يا شباب. بيقولك في حالة عدم وجود مقاومة الهواء فإن الأجسام الثقيلة والخفيفة تصلان إلى الأرض معا. عند زيادة كتلة القمر إلى الضعف هتقوله جميع ما سبق: بتزداد جاذبيته، بيقترب من الأرض، بيزداد المد والجزر. إذا زادت المسافة بين الأرض والقمر بتقل قوى التجاذب بينهم. كلما زادت كتلة الجسم زادت قوة جاذبيته. بتنشأ قوة احتكاك بين حذائك وسطح الأرض أثناء السير. أي الجمل التالية بتصف الجاذبية بشكل صحيح؟ هتقول الجاذبية تسحب الأجسام. يفرد الطائر أجنحته أثناء الهبوط لزيادة تأثير مقاومة الهواء اللي بتساعد على الهبوط بأمان. أكمل العبارات: بتدور الكواكب في مدارات ثابتة بتأثير جاذبية الشمس. مركز الحركة في المجموعة الشمسية هو الشمس. جاذبية القمر بتسبب المد والجزر في المحيطات. الجاذبية بتمثل قوة سحب. بيدور القمر حول الأرض بفعل قوى جاذبية الأرض. يسحب المغناطيس مشابك الورق المعدنية بسبب القوى المغناطيسية. تحتجز المظلات الهواء المتدفق أعلى أثناء سقوط رجل المظلات. قوة بتنشأ بين سطحين متلامسين هي قوى الاحتكاك. يعتبر ركل اللاعب لكرة قوة دفع. قوة الجاذبية بتكون قوة غير مرئية. عندما تتضاعف كتلة القمر هتقوله بيزداد تأثير المد والجزر. كلما زادت كتلة الجسم هتقوله زادت جاذبيته. تغيير قوى هتقوله الجاذبية اتجاه حركة تغير قوى الجاذبية اتجاه حركة الأجسام اللي بيتم قصفها في الهواء إلى أسفل. الجاذبية والاحتكاك من الأمثلة على القوى. بيدور القمر حول الأرض مما يدل على أن قوى الجاذبية بتعمل عن بعد. تعمل مقاومة الهواء على إبطاء سرعة هواء القفز بالمظلات عند سقوطهم على الأرض. تعمل قوى المغناطيسية دون الحاجة للتلامس بين الأجسام. حلنا صفحة 105، ننتقل لصفحة 106 يا شباب. بقول لك هنا بتزداد مقاومة الهواء عند هتقول له زيادة مساحة سطح الجسم المتحرك خلاله. تعمل قوى مقاومة الهواء على تقليل سرعة الأجسام أثناء سقوطها نحو الأرض. تتسبب قوى الاحتكاك الناتجة عن الضغط على الفرامل في إيقاف السيارة. بتؤثر قوى السحب والدفع في حركة الأجسام. تتسبب قوى الاحتكاك في تقليل سرعة الأجسام. اختر من العمود باء ما يناسب العمود ألف. جاذبية القمر هتقوله بتسبب حدوث المد والجزر في المحيطات. جاذبية الأرض هتقوله بتسبب حركة القمر حول الأرض. جاذبية الشمس هتقوله بتسبب دوران الكواكب حول الشمس. صح وخطأ: جاذبية القمر أكبر من جاذبية الأرض هتقوله خطأ. بتوجد قوى الجاذبية بين الأجسام المتلامسة فقط هتقوله خطأ. قوة المغناطيسية بتعتبر قوة سحب فقط هتقوله خطأ. بتجذب الأرض الأجسام لأسفل نحو مركز الأرض صح. بتؤثر مقاومة الهواء في نفس اتجاه حركة الجسم خطأ.
يمكننا رؤية قوى الجاذبية التي تؤثر على الأجسام أثناء سقوطها خطأ. عند انعدام الجاذبية بتطير الأجسام في الهواء صح. لا تؤثر مقاومة الهواء على الأجسام عند سقوطها على الأرض خطأ. كلما زادت كتلة الجسم قلت قوة جاذبيته هتقوله خطأ. بزيادة المسافة بين جسمين بتزداد قوة التجاذب بينهما هتقوله خطأ. بتقل يا شباب قوة الجاذبية بتحكم حركتنا وتوازننا على سطح الأرض صح. مقاومة الهواء بتقلل من سرعة الجسم المتحرك صح. بتؤثر قوى الجاذبية القمر على حركة الماء في المحيطات صح. تؤثر الجاذبية على سرعة دوران الكواكب حول الشمس صح. بتدور الكواكب حول الشمس بفعل الجاذبية الأرضية تقول له خطأ. لا توجد قوة تجاذب بين الأرض والقمر بسبب عدم تلامسهما تقول له خطأ. بتتسبب جاذبية الشمس في دوران الكواكب حولها في مدارات ثابتة صح. في حالة عدم وجود مقاومة الهواء بتسقط جميع الأجسام نحو الأرض بنفس السرعة صح. إنشاء قوة سحب بين الأقطاب المتشابهة للمغناطيسيات هتقول له خطأ. هنا صفحة 106 ننتقل ل 107. اكتب المصطلح العلمي. قوة غير مرئية بتتسبب في سحب الأجسام لأسفل نحو الأرض الجاذبية الأرضية. ظاهرة بتحدث في المحيطات بسبب قوة جاذبية القمر المد والجزر. مسار بتدور فيه الكواكب حول الشمس في شكل بيضاوي المدار. قوة بتعمل على إبطاء حركة هواء القفز بالمظلات عند سقوطهم على الأرض مقاومة الهواء. الشمس ومجموعة الكواكب اللي بتدور حولها دي اسمها المجموعة الشمسية. قوة سحب بتنشأ بين الأجسام بفعل كتلتها هتقوله الجاذبية. جسم في الفضاء بيدور حول الأرض في مدار ثابت بفعل جاذبية الأرض هتقوله القمر. قوة بتجذب بعض الأجسام المعدنية تجاهها القوة المغناطيسية. قوة بتنشأ بين سطحي جسمين متلامسين وبتؤدي لإبطاء حركة الجسم الاحتكاك. قوة بتنشأ بين الأجسام المتحركة والهواء وبتقلل من سرعة سقوط الأجسام مقاومة الهواء. أكمل. تتوقف قوة الجاذبية بين جسمين على كتلة الجسمين والمسافة بينهما. يجذب المغناطيس بعض المعادن مثل الحديد. تدور الكواكب حول الشمس في مدارات ثابتة بسبب جاذبية الشمس. قوى الجاذبية مسؤولة عن ثبات الأجسام على سطح الأرض. بتؤثر قوى الاحتكاك في عكس اتجاه حركة الجسم وبتقلل من سرعة حركته. بتحدث ظاهرة المد والجزر بسبب جاذبية القمر. أسئلة متنوعة. ما هي القوة التي تتسبب في تغيير اتجاه حركة الكرة بعد قصفها الأعلى يا شباب؟ هتقول له قوة الجاذبية. جذب المغناطيس لمشابك الورق المعدنية هتقول له المغناطيسية. قوة جاذبية القمر أقل من جاذبية الأرض في رأيك ما السبب في ذلك؟ هتقول له لأن كتلة القمر أقل من كتلة الأرض. جسم كتلته 10 كيلو جرام وجسم آخر كتلته 5 كيلو جرام. أي من هذين الجسمين بتجذبه الأرض بشكل أكبر؟ هتقوله بتجذب الأرض الجسم الذي كتلته 10 كيلو جرام بشكل أكبر. علل. بيدور القمر حول الأرض في مدار ثابت هتقوله بسبب قوة جاذبية الأرض للقمر. انظر للصورة التي أمامك ثم أجب. ما اسم الشكل الذي أمامك؟ هتقوله المجموعة الشمسية. ما اسم القوة التي تتحكم في حركة الكواكب ودورانها في مدارات ثابتة حول الشمس؟ هتقوله قوة جاذبية الشمس. رتب الأجسام التالية وفقا لقوى الجاذبيتها كل منها من أرقام من 1 ل5 وحيث رقم 1 للجسم الأقل جاذبية والرقم 5 للجسم الأكبر جاذبية. هتقوله كرة البولينج. هتقوله بعد كده الشاحنة وبعد كده القمر وبعد كده الأرض وبعد كده الشمس. هنا يا بطل. أي الأجسام التالية سوف يتغير اتجاه حركته بسبب قوة الجاذبية وأي منها لن يتغير الجاذبية اتجاهه؟ هتقوله الجاذبية لا تسبب تغيير اتجاه سيارة لعبة تتحرك على خط كرة متدحرجة. طيب هنا بيقولك سيارة لعبة بتتحرك وكرة هتقوله هنا في ديت هتقوله الجاذبية بتسبب في تغيير الاتجاه. كرة بتلقى في الهواء. طائرة ورقية بترمى في الهواء. تفاحة تقذف لأعلى في العمود. خلاص في الهواء. كده يا بطل نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش يا شباب اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. بالتوفيق والنجاح. مع السلامة.